لما الحب يتحول لهوس، كارل سرق جثة حبيبته وفضل عايش معاها سنين، واحتفظ بالجثة في بيته 7 سنين، والمفاجأة كان بينام جنبها كأنها لسه عايشة. القصة دي هتخليك تعيد تفكيرك في معنى الوفاء. الراجل ده اسمه كارل، طبيب ألماني سافر أمريكا في أوائل القرن العشرين. قابل هناك بنت جميلة جدا اسمها إلينا، كانت مريضة بالسل، ومن أول لحظة شافها اتعلق بيها وبقى مهووس بيها. فضل يعالجها بكل الطرق رغم إن الطب وقتها ما كانش له حل للمرض ده. لكن للأسف إلينا ماتت سنة 1931 واتدفنت في مقبرة خاصة. لكن كارل ما قدرش ينسى حبه، وبعد سنتين راح سرق الجثة. الغريب إنها ما كانتش اتحللت تماما، وده لأن المقبرة كانت محكمة ومقفولة كويس، وده ساعد الجثة تفضل محفوظة جزئيا. خدها لبيته وابتدى يعمل حاجة لا يمكن تتصدق، غطى الجثة بقماش، استخدم أسلاك لتثبيت العظام، وحط عيون زجاج بدل العيون الحقيقية. ولما الجلد بدأ يتحلل غطاه بشمعة وأقمشة عشان يحافظ على الشكل. الأغرب كان بيكلمها وبيغني ليها وبيحط عطور علشان يخفي الريحة. ولسنين كان الناس مفكرة إنه عايش لوحده. لكن في 1940 أخت إلينا شكت والشرطة اقتحمت البيت ولقوا الجثة متحنطة بالكامل في سريره. القضية عملت صدمة كبيرة، بس الغريب إن ناس كتير وقتها شافوا إن اللي عمله ده حب نقي، لكن غيرهم شافوا إنه مريض ومهووس ومحتاج علاج نفسي. أنت شايف إيه؟ حب ولا هوس؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.